حاطة مانيكير ورسمة تاتو وبتتصور بفلاتر طول المناسك. دنيا عبد المعبود في ورطة كبيرة مع الجمهور، والمتابعين بيقولوا لها انت طالعة عمرة لايت ومحدش مصدق اللي عملته من قدام الكعبة. يا ترى ايه الحكاية؟ في الساعات اللي فاتت دنيا عبد المعبود كانت حديث السوشيال ميديا كلها، واتصدرت لترند على كل المواقع، وده بسبب صورها من الحرم المكي. ودي تعتبر أول سيشن تصوير مع جوزها المخرج مجدي الهواري بعد أخبار انفصالهم اللي انتشرت من أكتر من شهر. وقتها اتقال إنه تم الانفصال بينها وبين مجدي الهواري، ومسحوا كل الصور اللي ما بينهم على السوشيال ميديا، وسبب الانفصال إنه مش قادر ينسى حب الأولاني لغادة عادل. لكن الحقيقة كانت إنه ما كانش في صور من الأساس بينه وبين دنيا على السوشيال ميديا، وكل اللي اتقال ده إشاعات مش أكتر. وعلشان يثبتوا للجمهور إنهم لسه مع بعض، نشروا صور من ساعات قليلة وهم بيأدوا مناسك العمرة سوا، وده يعتبر أول ظهور ليهم بعد الشائعات اللي اتقالت عليهم. لكن كانت صدمة في ظهور دنيا من جوه الحرم، وده لأنها كانت حاطة ميك اب ورسمة تاتو على إيديها، وكمان سايبة المانيكير وعاملة كل الممنوعات والمحظورات في مناسك العمرة. الجمهور أول ما شاف الصور افتكرها في البداية فلاتر أو تعديلات على الصورة، لكن الموضوع طلع حقيقي 100%، والصور كلها حقيقية. وده اللي خلى دنيا تتعرض للهجوم ويتقال إنها مش محترمة بيت ربنا. الناس اتقسمت لرأيين في حكاية الصور، في اللي شايف إن دنيا راحت العمرة على فجأة علشان كده ملحقتش إنها تعمل أي حاجة، واضطرت إنها تنزل الحرم وتأدي المناسك وهي كده، وفي اللي قال إنها متعمدة تظهر بالشكل ده علشان الصور تتصدر لترند وتثبت للناس كلها إنها لسه مع المخرج مجدي الهواري، وإنه ما حصلش بينهم أي انفصال أو حاجة. وفي فئة من الجمهور دافعت عنها وقالت إنه ممكن الموضوع كله يكون شوية تعديلات على الصور علشان مش حابة تظهر بشكلها الحقيقي من غير ميك اب أو تعديلات، وده اللي اضطرها تعمل كده في الصور. دلوقتي جه رأيكم تقولولنا، شايفين اللي عملته دنيا في الحرم ده صح ولا لأ؟ وهل فعلا ممكن تكون الصور فلاتر ولا حقيقية؟ شاركونا رأيكم في الكومنتات.